مشكلتي اني بعرفش انام. ما بعرف انام. مش شغلة ارق، ولا انه ضميري مضايقني، ولا انه في اشي مزعجني في داخلي. انا اللي بيزعجني البيئة حوالي. يعني يوم العطلة بكون معطل وبدي ارتاح، بعرفش انام. بصبح ابن الجيران من الساعة 7 الصبح رايح بده يشتري حمص، بلبس حفاية ابوه هالكبر وبنزل فيها كل الدرج طخ 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 طخ، وبيطلع طخ 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 طخ. بنسى ياخذ الفكة، بعود بيطلع كمان مرة طخ 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 طخ، بنزل تك 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 تك. وبعد ما جابوا واكلوا وتبلعسوا بقعد بقول خلص هلا بنام. تيجي سيارة الغاز، نفسي افهم مين اللي اختار هاي الموسيقى اللي بحطوها على سيارات الغاز. لي 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 لي. ليش؟ طب انا يعني يا اخي نقولكوا اشي احلى، حطوا اشي يشبه الموسيقى تبعت سيارة البوظة. لا 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 لا، بس تسمعها بتنبسط بترتاح. احكي لك لو حطوا تبعت سيارة البوظة يمكن اذا صاحي اغفى، اما سيارة الغاز بتصحيك. واذا ما مرت سيارة الغاز بمر واحد على عرباية محمل 4 5 جرار غاز وماسك مفتاح ونازل يطبل عليهم ططن 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 ططن. ولما يمر من الحارة انت بتضلك خايف، بتخاف انه قنينة الغاز تنفجر فيه وهو بخبط عليها. طب يا اخي تبيعش يوم الجمعة، خليني ارتاح انام، بدي انام مش عارف انام. بتخلص من هدول بيجيك جارك اللي اجا ابن عمه عشان يروحوا مع بعض رحلة. ابن عمه بوصل بصف سيارته تحت وبلش يزمر وبيب بيب بيب بيب. طب لمين بتزمر؟ يعني في 5 عمارات في الحارة، وفي كل عمارة في 10 شقق، يعني 50 شقة. هلأ زمورك إله تذبذبات معينة بتوصل للشقة تبعت الشخص صاحبك، بحس إنه أنت بتزمر له. لا، أنت بتزمر ل50 شقة مع بعض وبضل يزمر. يعني أنزل تحت أسألك لمين بتزمر عشان أناديهم؟ خلاص قول لي لمين بتزمر، برن لك على الجرس تبعهم خليهم ينزلوا. خليني انام يا اخي، ما بيخلوني انام. لسه هدول ولا اشي. اللي افظع منهم تبع عتيقة للبيع. عتيقة للبيع، هدول ناس بدهمش يعملوا مصاري، ما بدهم يشتغلوا. يعني بده يقعد هيك يلم شغلات ويبيعها بدون ما يتعب، فبصير يلف وينادي. انا مش فاهمه شغلة، الشعب معوش ياكل، الشعب ما معه يشتري اشي جديد. ليش بده يرمي العتيق اصلا اذا هو ما معه يشتري جديد؟ وعتيق على البيع، وبصير يعدد عشان يذكرك ايش في عندك اشي في البيت ترميه تتخلص منه. وبتصير يقول لك غسالات، ثلاجات، خزانات، بطيخات. يا اخي خد حالك وروح خلاص، بدي انام. بس بطل العالم في الازعاج بياع الخضرة. بياع الخضرة بحط لك سماعة على سيارته وشريط سجله في البيت هو والأولاد الصغار عندهم في البيت، وبصير ينادي على الخضرة كأنه قاعد يعيط عليها. ويلا بندورة بندورة، يلا بلوغية بلوغية، يلا كوسة كوسة. يا زلمة ايش انت حزين عليهم عشان بتبكي عليهم بتنادي هيك؟ يعني انا عارف انه معك خضرة، خلص مش ضروري تعدد لي اياهم، ما في داعي تعددهم. لا، وبصير يعمل لك درس ثقافي، يذكرك انه البندورة حمرة وانه الليمون حامض. بصير يقول لك حمرة يا بندورة. طب ما احنا عارفينها حمرة، يعني ما عمري شفت واحد ببيع بندورة كحلي. والليمون الحامض، في ليمون حلو مثلا؟ طب ليش هالمعلومة اللي ما لها داعي هاي؟ يا اخي خلوني انام. عندك هون العيادة مريحة وهدوء، وهذا البنش كتير مريح. فيومين زمان هيك انت روح خد اجازة يومين، انت بترتاح وانا برتاح وتصبح على خير. يعني بس انه هون هيك شوي لانه الوضع عندك كويس بس.